السلام عليكم. تصريح خطير من فوزي لقجع يهاجم فيه الجزائر ويتغنى بالمغرب. ولكن في البداية قبل ما نبدأ الخبر ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. انتزع منتخب المغرب للناشئين تحت 17 عام تأهلا تاريخيا وبلغ نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالجزائر إثر فوزه على منتخب مالي بركلات الترجيح 6-5. وبعد هذا الفوز صرح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لصحيفة الوطن القطرية وقال إن المنتخبات المغربية أصبحوا منتخبات كبيرة ومنتخبات عالمية تنافس على البطولات الكبرى، وهذا كان ملحوظ في كأس العالم. والآن أشبال أسود أطلس في نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، وهذا يدل على وجود إرادة قوية في المغرب على العكس من المنتخبات الجزائرية. فالمنتخبات الجزائرية أصبحت منتخبات ضعيفة ولا تنافس على البطولات مثل المغرب. وقال لقجع أن المنتخبات المغربية أصبحت أقوى منتخبات في إفريقيا والعالم. وقال لقجع أن المغرب وصلت إلى المربع الذهبي في كأس العالم، وأن المنتخب المغرب للناشئين أصبح في نهائي بطولة إفريقيا في الجزائر. وقال لقجع أن الوداد سيكون في نهائي أفريقيا أمام الأهلي. وقال لقجع أن الإرادة المغربية إرادة جيدة، ومن أول يوم جعلنا المنتخبات المغربية أقوى المنتخبات في العالم بفضل العلم، على العكس من الإدارة الجزائرية. فالإدارة الجزائرية تعتمد على القوة وليس العلم. وكان هذا أبرز تصريحات فوزي لقجع لصحيفة الوطن القطرية. وأخيرا لو أنت من عشاق كرة القدم ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد.